طيب ازيكم يا جماعة. كنت من يومين بتصفح منصة الانستجرام، لقيت كاتبة سلسلة شاتر مي منزلة بوست بتقول ان وورنرز برو او شركة الانتاج العالمية وورنرز برو في كلام كده وتعاقدات ان هي هتاخد القصة وهتعملها فيلم. للي ما يعرفش، تاهيرا مافي او طاهرة مافي عشان انا بقول عليها طاهرة بصراحة، هي اللي كاتبة سلسلة شاتر مي سيريز دي كلها. هم اكتر من 10 كتب لقصة واحدة او سلسلة احداث لعالم واحد، وكاتباهم من فترة كبيرة قوي، وكانوا بيست سيلينج لفترة كبيرة قوي لكل كتاب بينزل. انا بحكي لك القصة العبرة دي ليه؟ انا شخص مش قارئ خالص تماما، هاتلي كتاب هقعد فيه سنة تقريبا عشان اخلصهولك. في 2023 كان كل معارفي اللي حواليا وصحابي وقتها كانوا بيقرأوا كلهم بلا استثناء، وما كانش في حد مش ماسك كتاب وفي عالم كده لوحده بيخلصه وبيقرا فيه، وانا ما كنتش قارئة بجنيه. اللي حصل ايه؟ فاكر الفيديو اللي فات لما قلتلك ان انا او احنا كبني ادمين مش يعني بنحب التميز، مش بتحب مثلا تعمل حاجة تلاقي كل اللي حواليك بيعملوها فتقفل منها. انا قلت اهدي الموضوع ده فرصة، بس كنت عايزة اقرا كتب او كتاب مش بيتقري، يعني مش مفيش حد حواليا بيقراه، مش هو بيتقري مش حلو، لا انا مش عايزه حد من حواليا بيقراه، لان كل اللي حواليا مخلصين كتب كتير وكتب حلوه، فانا عايزه ابدا في سلسله محدش بداها. فكان النصيب في سلسله شاتر مي سيريز. عرفتها منين؟ عرفتها من التيك توك بصراحه. عملت سيرش كده اشوف ايه الكتب اللي الناس بتحبها، الريفيوز بتاعتها لذيذه، وقعت مع شاتر مي، فقلت ماله نبدا، وهو مفيش حد من حواليا بيقراه، فانا الوحيده اللي بقراه، فاما نشوف الموضوع ده اخرته ايه. وكانت اخرته ان انا قريت 11 كتاب ورا بعض بلا توقف وبلا اي فصل. بس مش هنكر، انا اول جزء اللي هو شاتر مي ده صغير جدا ومش كبير، بس قعدت فيه حوالي 2.5 او 3 شهور بخلص فيه. هل هو احلى جزء في السلسله كلها؟ لا، لكن هو فرش الاحداث، وانت من غيره مش هتعرف القصه بتدور ازاي او حوالين مين من الشخصيات. ووقتها ما كانش في حد من حواليا بيضغط عليا ان انا اقرا غصب، او اللي هو لا لازم تقري خالص، رغم ان ده لما كان بيحصل معايا زمان بتيجي معايا بنتيجه عكسيه ومش بعوز ان انا اقرا اكتر. بس انا عشان لقيت اللي حواليا بيقروا، بس لمجرد ان هما بيتكلموا في مواضيع معينه وبيرجحوا لبعض كتب عشان دي تقراه، انا خلصت الكتاب ده فعايزه اشوف كتاب تاني، انا لسه مخلصه ده حلو جربيه، ويفضلوا يتناقشوا لو هم بيقروا نفس الكتاب، بيتناقشوا في الاحداث والشخصيات واللي بيحب مين واللي بيكره مين وهكذا. فلقيتني عايزه انا كمان اقرا، ولقيتني انا كمان عايزه ابقى جزء من الحوارات دي. بس انا لما باجي افكر في الموضوع ده وتفكيري وقتها معرفش هل دي كانت محاوله ان انا كنت بحاول افيت ان في البوينت دي، بس لا مش يعني بحس لا مش دي الاحساس بتاع ان انت عايز تبقى يعني جزء كده وخلاص. لا انا عايزه اجرب فعلا، لان شكل الناس دي مبسوطه فعلا باللي هي بتمر بيه. موضوع الصاحب ساحب ده حقيقي جدا، يعني اكتشفته من اللي مريت بيه، والحمد لله ان التاثير كان ايجابي، لان هو مش شرط خالص يشدك ويقولك تعالى ما جرب خالص. انت المجرد ان انت في زون معينه اللي حواليك بيعملوا حاجات معينه، مجرد ان انت شفت هما بيعملوها انت هتلاقيك تلقائيا عايز تجربها انت كمان من غير ما حد يعرض عليك. فهتلاقيك مثلا في قعده صحاب كلهم بيشربوا سجاير ما عدا انت، هتلاقيك مره واحده بتقول لحد فيهم ما تجيب نفس اجرب. فتاثير اللي حواليك بالذات صحابك، الناس اللي انت بتقضي معاهم وقت كبير، او لما بتيجي تفتح الواتساب اغلبيه الوقت انت بتكلمهم هما، فتاثيرهم بيبقى قوي بشكل انت ممكن ما تتخيلوش. وده عن تجربتي انا، وانا بصراحه مش جاي اتكلم عن الصحاب، لان انا افشل حد ممكن يكلمك عن الكونسبت بتاع الصحاب ده، بس at some point تأثيرهم في حياتك كبير قوي، لدرجة ان انا بسبب الموضوع ده لحد دلوقتي انا ما اقل عن زمان، بسبب ان انا ممكن اكون رجعت تاني، او رجعت تاني ما اقراش كتير، او ان انا لسه ما لقيتش
كتب شدتني بالشكل السلسله دي شدتني بيها. لولاهم فعلا او لولا اللي حصل ده انا ما كنتش هفتح كتاب ولا اقرا صفحه. حتى ساعات انا لما بفتكر زمان ذكرياتي مثلا وقت المدرسه، في ذكريات بتبقى وحشه جدا جدا جدا، وافتكر حاجات انا كنت مثلا بعملها اقول هو انا ازاي عملت كده، او ايه القرف ده، او ازاي عملت الحاجه الشريره دي وقتها. بس انا كنت عيله صغيره يعني، كنت في اقول في ابتدائي مثلا اخيرا اعدادي، ما اعتقدش ان انا كملت شر بعد كده يعني. بس في حاجات كانت بتتعمل بصراحه، ولما بفكر وقتها لا اللي حواليا كان ليهم تأثير، لان هم كانوا برضو شبه بيعملوا نفس الحاجات. عشان كده لحد ثانوي يعني اخر 3 سنين ليا في المدرسه انا رحت مدرسه تانية، لان انا كنت حاسه خلاص اكتفيت. يعني انا عايزه اغير الناس، عايزه اغير جلدي، انا عايزه اروح مكان جديد، اشوف ناس جديده واتعامل مع ناس جديده. يعني الموضوع ده في الاول كان صعب، ان انت تروح مكان جديد ما تعرفش فيه حد، كانك مغترب حرفيا. يعني حوار ان انت تروح مدرسه وانت في مدرسه بالذات لو انت بقالك عمر وسنين فيها من ساعه من وانت صغير، يعني انت بتحس فعلا بالاغتراب يعني. بس انا كنت عايزه ادخل نفسي في الزون دي بصراحه، عشان زي ما تقول كده ايه، كنت عايزه ربيني شويه في الموضوع ده. انا فاكره تفكيري وقتها انا كنت عايزه عايزه اشوف ناس تانية. وطبعا لما بفتكر الحاجات اللي انا كنت بعملها وبتضايق لما بفتكرها، يعني بقول الحمد لله ان الموضوع ده ما حصلش على كبر، وان انا كنت كده في فيز صغيره، يعني صغيره قوي، كان لسه ده ما نضجش، وده ستيل لسه ما نضجش في حاجات كتير جدا 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 يعني. بس المقارنه بين زمان وبين دلوقتي لا، كنا فين وبقينا فين. فمهم قوي 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 تعرف مين حواليك بيأثر عليك ازاي، حتى لو مش بيشدك من ايدك. بالعكس ده ممكن يقولك لا يا عم بلاش تجرب، عشان لو دخلت مش هتعرف تخرج. انت هتلاقي نفسك عايز فعلا تجرب، لان انت شايف ان هو بيعملها لسبب ما، هو اكيد مش بيعملها كده وخلاص، هو بيعملها لسبب. فانت ممكن تكون عايز تجرب السبب ده سواء حلو او وحش. تركز قوي في تفكيرك وقتها، وتركز قوي في مين اللي حواليا بيأثروا عليا ازاي، لان هم فعلا بيأثروا عليك بشكل انت مش متخيله. يعني انا اقرا 11 كتاب والله العظيم. انا هجيب لك الكتب دلوقتي، لو انا حد جاب لي الكتب دي وقال لي انت هتقريهم هقوله انت كذاب، انت كذاب، روح شوف. يعني كنت يعني اتغطى وانت نايم من الاخر. بس انا هاجي اشير الابريشيشن بتاع شاتر مي سيريس، لان انا وانا فكرت في فكره الفيديو ده قلت طب ما اجيب الكتب واشوف هي فين. فجمعتهم من البيت كله لانهم كانوا متنطورين في مكتبه شكل. فلما جبتهم فتحتهم حسيت يعني اقول لك ايه النوستالجيا هبت في وشي. يعني الكتاب لو بينطق هيقول لك نوستالجيا، مش هيقول لك حاجه تانية. ومع ان الكلام ده من 3 سنين، يعني احنا مش بنتكلم من وانا كنت رضيعه، بس ستيل التاثير ما زال قائم. بصوا انتوا مش غرب، انا جبت الكتب عشان يعني اشير مع 60 بني ادم في رجلها بشكل دوري. ايه ده؟ يعني كارثه، مصيبه سودا. ايه ده؟ ما عدا اول جزء شاتر مي مش معايا، لان كان حد من افراد العيله عندي بيقرا برضو كده، فرجحت لها الكتاب فاديت لها اول جزء. بس دي كل الكتب المتبقيه يعني، هي للاسف مش بالترتيب. بس اول جزء شاتر مي، واخر جزء انا قريته بعد كده في 3 اجزاء كمان نزلوا. اخر جزء انا قريته كان ايماجين مي. يا لهوي، بص بقى، في اول جزء خالص بتاع شاتر مي كان التيك توك عندي بقى الناس كلها بتتكلم عن آرون وورنر، وانه ازاي جميل، وازاي الراجل ده انا كنت بشتم فيه اول 2-3 تقريبا، قالوا انتوا ازاي. وادم هو كان التوب. انت هتفهم بقى الشخصيات لما تيجي تقرا الكتاب. بس يعني اختصارا، آرون وورنر وجولييت دول الابطال القصه بتوعنا. حاجه كده في ليفل بالنسبه لي، يعني مش عارفه انا ببالغ ولا لا، بس بليفل الهانجر جيمز. وورنرز برو لو ما جابتش الفيلم ده او سلسله الافلام اللي هتعملها بليفل بتاع هانجر جيمز، انا هتضايق وهكنس عليها السيده زينب. انا بقيت obsessed بحاجه اسمها آرون وورنر، obsessed بشكل، لا اديني دي على جنب. هل ده ignite me يعني كله انتنس، كله حوارات. يعني انا ما اقدرش اقولك الكتاب ده كفاني على وشي ازاي. بصوا بقى كان بيقول لها ايه جولييت لوف.
لاف دي كان بيقولها لها ولا كأنه بيقول لها صباح الخير كل يوم. هي فين؟ هجيبها لكم اهي. بص دي عشان قال لها سويت هارت، حطيت قلوب في كل حته. الناس تحط على وشي، مش كان انا معلمه. شايف دي؟ ايرون يس لاف. يعني ايه كل القلوب دي؟ هو اكيد في حاجه بقى. مش قال ايه؟ And I realized then in a moment that terrifies me that I want this forever. I want to spend the rest of my life with her. I want to build a future with her. I want to grow old with her. I want to marry her. ما شفتوش انتوا روان الفان؟ لا انا لما ببقى فان ببقى يعني air conditioner fully finished with ACs. Sweetheart, I really need to know if this means yes or no. Yes, I cry. Yes to everything with you. Yes to forever with you. Yes, Aaron. Yes, love. يا نهار أبيض، مش ممكن بقى تاني. أهو تاني. Ella, you're going to be my wife. حول ولا قوة إلا بالله. في الفيس بتاعت شاتر ميدي اللي كانت من 3 سنين أنا كنت obsessed بأيرون وورنر لدرجة ان انا كتبت فيه شعر، حرفيا كتبت فيه بومز. كان واحدة اسمها Emerald Eyes، Emerald اللي هو الزمردي، لان دي كان في وصف شكل ايرون وورنر كانت عينيه زمردي، اخضر زمردي. واحدة كنت مسميها يس لوف. فهبقى انزلهم بصراحة، هبقى انزلهم ستوري انستجرام، ممكن بعد الفيديو ده هتلاقيهم موجودين. فكل ده، كل الاوبسيشن اللي انا فيه لحد دلوقتي كانت بسبب لقطه. اللي حواليا كلهم كانوا بيقروا كتب، فدخلت بسبب الموضوع من غير ما حد يشدني. فهو صدق اللي قال صاحب ساحب فعلا. خلي بالك من اللي حواليك، خلي بالك من نفسك قوي. شوف انت ايه اللي بيأثر عليك، سواء ايجابي او سلبي. شوف هيأثر عليك ازاي ومن مين، ونقي صحابك صح قوي 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 قوي، لان فعلا بيشدوا. بصراحة يعني انا حاولت الف حوالين نفسي عشان اشوف سلسلة افلام يعني تبقى متاخدة من كتب برضو ومعمولة حلوة قوي بالشكل اللي انا نفسي شاتر مي سيريز تتعمل بيها في المستقبل. واقرب حاجة كانت هانجر جيمز. على ما اعتقد احنا كلنا شفنا هانجر جيمز، كلنا شفنا هانجر جيمز. وكل ما هي بتيجي بصراحة سواء بتتعرض على التلفزيون او انا حبيت اشوفها لوحدها بستمتع. فترجيحنا النهارده لفيلم السهرة او لافلام السهرة، سلسلة افلام هانجر جيمز. نفس الكلام لهاري بوتر او لورد اوف ذا رينجز، كل دي متاخده من كتب، بس هانجر جيمز ممكن نقول هي احدث حاجه. فورنرز برو لو خيشوا في اختيارهم للشخصيات بتاعه الابطال في شاتر مي، احنا هنزعل كلنا، وانا اول واحده هتزعل وانا زعلي وحش. فيخلي بالهم، علشان معنى ان انا ارى كل ده واكون منتظره سلسله الافلام فارغ الصبر وحضرتك تخيشها لي، هتضايق منك قوي 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 قوي. مش انا لوحدي، ناس كتير. فاحب اشكر تاهيرا مافي، يا رب اكون قلت اسمها صح، على الكاركترز اللي قدمتها لي. انا شخصيا اثرت معايا، عمري ما في حياتي اتصور ان انا ممكن اقع في حب شخصيه خياليه وبلوند. فدي حاجه نادره قوي قوي، او بصراحه حوار الفيكشن ده بقاش نادر، ده بقى العادي بتاعي دلوقتي. بس بلوند يعني مش قوي. بس ايرون وورنر the man you are. فاشوفكم الحلقه الجايه. خلي بالك من اللي حواليك. رجح شاتر مي بصراحه. وانت ممكن بس في اول كتاب ده مش احسن جزء او يعني من افضلهم، بس هو في نفس الوقت مهم لانه بيفرش لك الاحداث وبيعرفك على العالم ومين دول وبيعملوا ايه. البلوت مش بلوت واحده وكذا بلوت، بصراحه في الكتب حلوه قوي، فهتستمتع. اشوفك الحلقه الجايه. باي باي.